في هذا الفيديو غادي نشارك معكم اسعار الفنادق في تونس. اولا غادي نبداو بالناس اللي كيسافروا بوحدهم، سولو ترافلر وباغيين شي حاجه اللي اقتصاديه. غادي تلقى في تونس فنادق او ما يسمى بالنزل، غالبا كتكون بين الاحياء في وسط العاصمه، وهادو راه ما كيطلعوش في بوكينغ اولا في جوجل مابس. الاسعار ديالهم كتبدا من 12 دولار تقريبا 120 درهم، ولكن شي حاجه ديال تسلك وصافي. بالنسبه اللي كيسافروا عائله او ازواج الاسعار كاينين من 30 دولار اي 300 درهم فما فوق، ومن الاحسن ياخذوا شقه في اير بي ام بي كتكون ما بين 30 40 دولار اي ما يقارب 300 400 درهم. ايضا الناس اللي بغاو فنادق 4 5 نجوم كاينين، والسعر كيبدا من 70 دولار فما فوق. في الاخير غادي نشارك معكم بعض النماذج بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الهوستل وكيبغيو لومبيونس ويتلاقاو مع ناس جداد. تقريبا كاين واحد في تونس العاصمه هو نومادز هوستل، تقدروا تمشيو ليه وتجربوه. الاسعار كتبدا من 200 درهم للسرير. اما بخصوص الفنادق الرخيصه شومبر بريفي وثمن رخيص، نقدر ننصحكم بهاد بريستول اوتيل كاين في وسط العاصمه حتى هو، تقدروا تمشيو ليه وتجربوه. بخصوص اير بي ام بي كما كتشوفوا هنا في الصوره عندكم الاسعار ما بين 30 حتى ل 40 دولار اي ما يقارب 300 400 درهم البارتما كامله لليله. الى عجبك الفيديو شاركوا مع الاصدقاء، ربما واحد النهار تفكروا تسافروا لتونس، اولا دير ليه سيف تقدر واحد النهار تحتاجو.